الرجاء في سباق مع الزمن. معسكر إسبانيا مهدد، غربلة كبيرة داخل الفريق، ومستجدات قوية في الميركاتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار الرجاء الرياضي. جماهير الرجاء اليوم أمام مجموعة من المستجدات المهمة التي تخص الفريق الأخضر، سواء تعلق الأمر بالتحضيرات للموسم الرياضي المقبل، أو بملف الانتدابات، أو حتى بلائحة اللاعبين المرشحين لمغادرة النادي. والواضح أن إدارة الرجاء دخلت فعلا في مرحلة حاسمة، لأن الوقت بدأ يضغط، والمدرب ناصر الدين النادي يريد الوصول إلى انطلاقة الموسم بفريق متكامل، سواء من حيث التركيبة البشرية أو الانسجام بين اللاعبين. لكن في المقابل هناك بعض الملفات التي ما زالت عالقة، وعلى رأسها المعسكر الإعدادي الذي كان مقررا إقامته في إسبانيا، بالإضافة إلى وضعية عدد من اللاعبين الذين أصبحوا خارج الحسابات التقنية. فهل سيقام معسكر إسبانيا في موعده؟ وماذا يحدث في ملف يونس الدحماني؟ ومن هم أبرز اللاعبين الذين يقتربون من مغادرة الرجاء؟ وهل ستتمكن الإدارة من الاستفادة ماديا من بعض الأسماء بدل فسخ عقودها؟ وأين وصلت المفاوضات مع الأسماء الجديدة المرشحة لحمل قميص الرجاء؟ إذن خلونا نبدأ بالتفاصيل. معسكر إسبانيا، التأشيرات تحسم كل شيء. نبدأ أولا بالتحضيرات. فريق الرجاء يواصل استعداداته بشكل عادي، حيث خاض اللاعبون تداريب صباحية خلال الأيام الماضية، وهناك أيضا مباراة ودية مبرمجة أمام أحد أندية الهواة، ويرجح أن يكون الخصم هو فريق الصخور السوداء. هذه المباراة تأتي في إطار منح اللاعبين دقائق لعب وتجريب بعض العناصر، خصوصا أن الجهاز التقني يريد الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الانسجام قبل بداية المنافسات الرسمية. لكن الملف الذي يشغل بال الجميع حاليا هو المعسكر الإعدادي في إسبانيا. المعسكر كان مقررا في الفترة الممتدة تقريبا من 10 إلى 20 غشت، وكان من المنتظر أن يخوض الفريق خلاله مباراتين إعداديتين. غير أن المشكلة المطروحة حاليا يتعلق بالتأشيرات. إلى حدود الآن لم يتوصل جميع أفراد بعثة الرجاء بالتأشيرات الضرورية للسفر، وبالتالي أصبح موعد المعسكر مرتبطا بشكل مباشر بحسم هذا الملف، والإدارة تنتظر إلى حدود بداية الأسبوع المقبل. وإذا لم تصل التأشيرات في الوقت المناسب، فهناك احتمال كبير أن يتم تغيير الوجهة والبحث عن مدينة مغربية لاحتضان معسكر مغلق. بمعنى آخر، معسكر إسبانيا لم يتم إلغاؤه بشكل رسمي، لكن استمراره أصبح مرتبطا بالوقت ووصول التأشيرات. وهذا الملف مهم جدا بالنسبة للمدرب ناصر الدين النابي، لأنه يريد استغلال هذه المرحلة من أجل العمل بشكل مكثف على الجانب البدني والتكتيكي، وتجريب الوافدين الجدد إلى جانب العناصر الموجودة أصلا. غربلة كبيرة داخل الرجاء. نمر الآن إلى نقطة أخرى لا تقل أهمية، وهي لائحة المغادرين. حسب المعطيات المتداولة، هناك مجموعة من اللاعبين الذين أصبحوا خارج الحسابات التقنية، والإدارة الرياضية تعمل حاليا على إيجاد حلول مناسبة لكل لاعب. المهم هنا أن المغادرة لا تعني بالضرورة فسخ العقد مع الجميع. هناك حالات يمكن أن تنتهي بالتراضي، وهناك لاعبون قد ينتقلون على سبيل الإعارة، وهناك آخرون يمكن أن تصلهم عروض ويتم التفاوض بشأن انتقالهم بشكل نهائي. وهذا ربما هو السيناريو الأفضل بالنسبة للرجاء، لأن النادي بدل أن يدخل في عمليات فسخ قد تكلفه مبالغ إضافية، سيكون من الأفضل أن يبحث عن عروض للاعبين حتى يستفيد النادي ماليا، وفي الوقت نفسه يحصل اللاعب على فرصة جديدة لإثبات نفسه. خافي، العرض السعودي لم يحسم مستقبله. ومن بين الأسماء التي ارتبط اسمها بالرحيل إسماعيل خافي. اللاعب توصل بعرض من أحد الأندية السعودية في الدرجة الثانية، لكن إلى حدود الآن يبدو أن إدارة الرجاء لم تقتنع بشكل كامل بهذا العرض، وبالتالي فهي تواصل البحث عن صيغة أو عرض أفضل. وهنا يجب الإشارة إلى أن الإدارة مطالبة بالتعامل بذكاء مع هذا الملف. إذا كان اللاعب خارج حسابات المدرب، فمن الأفضل إيجاد حل يضمن مصلحة الرجاء ومصلحة اللاعب في الوقت نفسه، خصوصا إذا كان بالإمكان تحقيق مقابل مالي من انتقاله. شرارة، استمرار البحث عن عرض مناسب. أيضا هناك ملف الأردني محمد أبو زريق المعروف باسم شرارة. اللاعب يوجد ضمن الأسماء التي لا تدخل حاليا في المفكرة التقنية، والإدارة تبحث له عن عرض مناسب يمكن أن ينهي المرحلة بطريقة تخدم جميع الأطراف. وهنا تظهر أهمية التسويق الجيد للاعبين، فالرجاء ليس مضطرا إلى التسرع في فسخ عقد أي لاعب، خصوصا إذا كانت هناك إمكانية لإيجاد فريق يرغب في التعاقد معه. الهدف يجب أن يكون واضحا: تقليص عدد اللاعبين، تخفيف كتلة الأجور، وفي نفس الوقت محاولة تحقيق استفادة مالية من الانتقالات. المعموري وساخو والخماس ضمن المغادرين. هناك أيضا مجموعة أخرى من الأسماء التي ارتبطت بلائحة المغادرين، من بينها أيوب المعموري، عثمان ساخو، وأمين الخماس. هذه الأسماء إلى جانب أسماء أخرى تدخل ضمن عملية الغربلة التي يقوم بها النادي استعدادا للموسم الجديد.
والرسالة هنا واضحة. الرجاء يريد تقليص المجموعة ووضع حد لتراكم عدد كبير من اللاعبين حتى يصبح المدرب قادرا على العمل بمجموعة محددة وواضحة. لكن في المقابل يجب أن تتم هذه العملية بطريقة مدروسة، لأن كل لاعب يمثل قيمة مالية، والعقود يجب أن تتم إدارتها باحترافية حتى لا يتحول التخلص من اللاعبين إلى عبء مالي جديد على النادي. يونس الدحماني. الإعلان الرسمي يقترب. نصل الآن إلى ملف يونس الدحماني. اللاعب يوجد حاليا في أكاديمية الرجاء ويخضع للفحوصات الطبية تمهيدا لاستكمال الإجراءات المرتبطة بانتقاله إلى الفريق الأخضر. وفي حال مرت الأمور بشكل طبيعي من المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة عبر الصفحات الرسمية للنادي. لكن هناك نقطة مهمة جدا بالنسبة للجماهير. الكثير من الأرقام والتفاصيل المتعلقة بقيمة الصفقة والعقد بدأت تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن من الأفضل عدم التعامل مع هذه الأرقام باعتبارها رسمية قبل صدورها عن مصادر موثوقة أو عن النادي نفسه. لذلك يجب التمييز بين الاتفاق النهائي والتوقيع والإعلان الرسمي. فاللاعب قد يكون قد توصل إلى اتفاق مع النادي، لكن الصفقة لا تصبح رسمية بشكل كامل إلا بعد استكمال الإجراءات والتوقيع والإعلان. وهذا أمر شاهدناه كثيرا في سوق الانتقالات، حيث كانت أسماء قريبة جدا من الرجاء قبل أن تتغير الأمور في آخر لحظة. أسماء شابة تواصل حضورها مع المنتخب المغربي. وبعيدا عن الفريق الأول هناك أخبار إيجابية تخص الفئات السنية. عدد من لاعبي الرجاء الذين شاركوا مع المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة ما زالوا يحافظون على حضورهم ضمن القائمة، ويتعلق الأمر بأسماء مثل أنس بن عمار، يحيى إيجيز، كريم السعيدي وسعد عنترة. هؤلاء اللاعبين سبق لهم أن تألقوا مع الرجاء وكان لهم حضور في التتويج بالدوري الدولي بكوتيف الإسبانية، والآن يواصلون حضورهم مع المنتخب الوطني للفئة السنية. وهذا يؤكد أن الرجاء يملك مجموعة من المواهب الشابة التي يمكن أن تكون لها كلمة في مستقبل الفريق، خصوصا إذا حصلت على فرصة حقيقية مع الفريق الأول. انتدابات جديدة، لكن لا تصدقوا كل ما يروج. وبالنسبة للميركاتو فالعمل مستمر. هناك أسماء تم التوصل معها إلى اتفاقات متقدمة، وهناك مفاوضات مع لاعبين آخرين، لكن لا يمكن اعتبار أي صفقة رسمية قبل الإعلان عنها من طرف الرجاء. وهذه نقطة مهمة جدا للجماهير، لأن سوق الانتقالات يعرف يوميا عشرات الأخبار والإشاعات، واسم الرجاء دائما يكون حاضرا بقوة في هذه الفترة. لذلك من الأفضل انتظار الإعلان الرسمي، خصوصا أن اللاعب الذي يكون قريبا من الرجاء اليوم قد ينتقل غدا إلى فريق آخر بسبب اختلاف في التفاصيل المالية أو مدة العقد أو المطالب الشخصية. والجمهور من حقه أن يفرح بأي صفقة جديدة، لكن الحكم الحقيقي يجب أن يكون داخل أرضية الملعب. ليس عدد المتابعين ولا الفيديوهات ولا الأرقام المنتشرة على مواقع التواصل هي التي ستحدد نجاح اللاعب، الميدان هو الحكم. الرجاء أمام مرحلة حاسمة. في النهاية يمكن القول إن الرجاء يعيش حاليا مرحلة مهمة جدا قبل انطلاق الموسم. هناك تحضيرات متواصلة، مباراة ودية قادمة، معسكر إسبانيا ما زال معلقا على ملف التأشيرات، غربلة كبيرة داخل المجموعة، وفي الوقت نفسه تحركات لإغلاق مجموعة من الانتدابات. المطلوب الآن هو أن تعمل الإدارة الرياضية بهدوء، وأن تتعامل مع ملف المغادرين بنفس الجدية التي تتعامل بها مع ملف الوافدين، لأن بناء فريق قوي لا يكون فقط بالتعاقد مع لاعبين جدد، وإنما أيضا بالتخلص من العناصر التي لا تدخل في الحسابات بطريقة تحفظ حقوق النادي وتمنحه أكبر استفادة ممكنة. والجمهور الرجاوي ينتظر في الأيام المقبلة مجموعة من الإعلانات الرسمية، سواء تعلق الأمر بالدحماني أو بباقي الانتدابات أو بمستقبل اللاعبين الموجودين في لائحة المغادرين. ويبقى السؤال الأهم: هل سينجح الرجاء في إنهاء الميركاتو بالشكل الذي يرضي الجماهير ويمنح ناصر الدين النابي المجموعة التي يحتاجها فعلا للمنافسة على الألقاب؟ الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة. وإذا كانت عندكم أخبار أو أسماء ترونها أن تستحق حمل قميص الرجاء، اكتبوا لنا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا دعم الفيديو بالإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، لأن القادم سيكون ساخنا جدا في ميركاتو الرجاء.